صلي على الحبيب قلبك يطيب، اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وتعالوا معايا بقى كده نشوف العظمة الجميلة دي إن شاء الله. فيديو النهاردة فيديو كله بصوا اقتصادي جدا جدا، إن شاء الله فيديو هيعجبكم وتطلعوا من الفيديو وانتم مستفادين جدا. فيديو النهاردة هنعمل كده بشاميل. بصوا ببديل اللحمة المفرومة. اللحمة المفرومة طبعا غالية زي ما احنا عارفين، وطالما نفسك في البشاميل ومش قادرة تجيبي لحمة مفرومة، ابدئي بقى اعملي البشاميل بالطريقة اللي هاقول لِك عليها دي. بُصّوا بديل اللحمة المفرومة مش هتعرفي تفرّقي إذا كانت دي لحمة مفرومة أو لأ، فبديل اقتصادي جدًا، جدًا، جدًا. بُصّوا على قد ما أقدر هاقول لكم مش هتصدقوني، فتابع معايا الفيديو للآخر. ولو أول مرة كده تشوفوا القناة باتمنى منِّك تشتركوا في القناة، وطبعًا لو إخواتي ومتابعينّي على القناة ما تخرجيش كده من الفيديو إلا وأنتِ حاطة لايك الجميل ومصلية على الحبيب المصطفى كده في تعليق حلوة منِّك تحت الفيديو. وأي سؤال أو استفسار اكتبوا لي كده في كومنت وإن شاء الله هارُد عليكم. فيديو النهارده إن شاء الله فيديو حلو جدًا، جدًا، وهنعمل بإذن الله اللحمة المفرومة الكدابة زي ما بيقولوا، مش هنقول حاجة تانية، هي اللحمة المفرومة الكدابة، جميلة جدًا في البشاميل حلوة جدًا. فتابع معايا الفيديو وإن شاء الله مكوناتنا سهلة. بُصّوا على قد ما أقول لكم سهلة مش هتصدقوا. فيالّا بينا كده نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. أول حاجة خالص معايا كده قرن فلفل رومي، وكمان قرن شطة وده اختياري، وكمان بصلتين. وبعد كده معايا بديل اللحمة المفرومة اللي قُلت لكم عليه، وهو الاقتصادي جدًا اللي هم القُنصة أو القنصة بضم الألف أو أو الألف بالفتحة، تمام، زي ما بتقولوها قُنصة أو قنصة، المهم معايا 5 قنصات هنا. طبعًا لو في أكتر اعملي أكتر، موجود معاكِ 5 قنصات ده طبعًا أقل حاجة خالص بيكون معاكِ 5 من القنصات، ده يعملوا لِك كده حوالي ربع كيلو كده من اللحمة المفرومة ساعة ما بيتفرموا كده في الكبة بتاعتِك. بُصّي ولا أجدعها كده لحمة مفرومة مش هتبان خالص. ويا سلام بقى لو عندِك كده حتة دهن صغيرة من بتاعة اللحمة وتحطيها وتفرميها معاها. بُصّوا مش هتعملوها خالص، مش هتقدروا تفرّقوا بينها خالص. وطبعًا أنا غاسلاها كويس جدًا، جدًا. غاسلاها بإيه، غاسلاها بليمون وغاسلاها بطحينة وشوية ملح ودقيق كده. بُصّوا ما فيش أي ريحة زفارة فيها خالص، خالص. تغسليها كده باستبعاد الخل طبعًا من الوصفة بتاعتِك، ما تغسليش أي لحوم أو أي فراخ بخل، تمام، لإن مؤخرًا عرفنا إن الخل طبعًا بيزوّد الزفارة في الفراخ أو في البط أو في اللحمة أو بُصّوا في اللحوم عامةً. فاستبعدي الخل واغسليها كده بمعلقة طحينة ومعلقة دقيق كده وشوية مَيّة بالليمون. بُصّوا بتطلع معاكِ زي الفل. تمام، تمام. يالّا بينا بقى كده نعصّج اللحمة بتاعتنا، وطبعًا أنا هابدأ معاكم كده في تعصيج اللحمة، وطبعًا أنتم عارفين بقى بقية الحوارات التانية اللي إحنا هنعمل البشاميل وهاقول لكم هاعمل إيه بالتفصيل، تمام، تمام. أول حاجة كده أنا حبيت إن أنا أدّي لها صدمة كده في النار الأول، وبعدين أحط البصلة بقرن الفلفل، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعًا لو عندِك أنتِ أكتر من 5 قناصات بتبقى حلوة جدًا، وكمان أنتِ ممكن تروحي تشتري من عند بتاع الفرارجي بقى قنص بس أو كبدة بس زي ما أنتِ تحبي وزي ما أنتِ عايزة، فمتوفر بقى وهيبقى أرخص بكتير جدًا من اللحمة. و يعني تعرفي إن أنتِ تأكّلي الأولاد الحاجة دي وهُم مش واخدين بالهم إن كانت دي بقى لحمة أو حاجة تانية، المهم إن هي حاجة مفيدة. و وطبعًا هتدّي طعم كويس جدًا يعني في البشاميل بتاعِك. المهم حطيت كده بصلتين، وكمان قرن الفلفل الرومي كبير طبعًا، وكمان قرن شطة وده اختياري. عايزة تحطّي طبعًا حاجة حامية حُطّي، مش عايزة خلاص. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعًا بعد ما خلّصت كده حطيت البهارات بتاعتي، طبعًا الملح والقرفة والفلفل الأسود. وقلّبت كويس جدًا، وشوية بهارات لحمة بقى لو موجودة عندِك قومي حاطاهم. وبُصّوا بقى أنا باحب أحُط كده في التعصيجة بتاعة البشاميل بالذات إذا كانت لحمة أو إذا كانت قَنَص، باحب أحُط كده حبّة طماطم مقطّعاه مكعبات صغيّرة كده، باحب أحُطّها في التعصيجة بتفرق معايا كتير وبتدّي طعم هايل، وكمان بتدّي لون حلو أوي للتعصيجة. فبُصّوا بقى دي أول مرّة معاكم أعمل يعني على القناة وغير القناة، أول مرّة أعمل البشاميل بالقَنَص، والله العظيم فعلًا أول مرّة لإني ما جرّبتهاش قبل كده. فقُلت بقى هاجرّبها معاكم على القناة وبالمرّة كده أفيدكم. وطبعًا صاحبة الفكرة أختي هي اللي قالت لي على الفكرة دي في يوم كانت عاملاها، فبجد يعني قالت لي جميلة جدًا، وقالت لي مش هتعرفي تفرّقي إذا كانت هي فعلًا أمّا بتتفرم يعني إذا كانت هي قَنَص أو لحمة مفرومة مش هتفرّقي خالص بينهم. ويا سلام بقى لو حطيتِ كده حتّة من الدهن بتاعة بتيجي من
من عند بُصّوا من عند الجزار، بتيجي حتّة دهن كده مع أي لحمة، لو احتفظتِ بيها في الفريزر وعينتيها ممكن تستخدميها برضه وتفرميها مع القنص، لإن بيبقى فيها بقى اللحمة المفرومة بيبقى فيها نسبة دهون، فأنتِ كده ممكن تزوّديها بقى نسبة الدهون دي، فتدّي معاكِ بُصّي بالتفصيلة المملة. المهم هي قالت لي على الفكرة وأنا بقى ما حبيتش إن أنا أعمل الفكرة لوحدي كده لأ، قُلت هاجرّبها معاكم على القناة ونشوف، ندوق الصينية، طلعت تمام هانزّل لكم الفيديو، ما طلعتش طلعت اللي هي مش أوي، لأ خلاص مش هانزّل الفيديو ومش هاقول لكم على حاجة، فبصراحة طلعت جميلة جدًا، 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 والله العظيم فعلًا طلعت حلوة، حلوة أوي كمان، فعلًا نفس طعم اللحمة المفرومة في البشاميل، حلوة بجد أنا ما جرّبتهاش غير في البشاميل، فبجد جميلة. المهم كان عندي كده شوية من المكرونة الشكل اللي أنتم عارفينه ده، اللي هو الشكل الحلزوني ده، كان عندي كده نُص كيس، وقاعدة بقى أقول إيه، مش عارفة هاعمل بيه إيه بصراحة، أنا جرّبته في التقلية يعني بطماطم فما طلعش حلو أوي، فيعني إيه بيستوى بسرعة، فقُلت هو أحسن حل ليه يتعمل في بشاميل، وطبعًا أي نوع مكرونة تحبيه، عايزة تعمليه بشاميل اعمليه مش هيقول لِك لأ. المهم عملت البشاميل بتاعي، طبعًا كيلو من اللبن، كيس 500 جرام من المكرونة، واعملي البشاميل كده واسلقي المكرونة، وابدئي حطي بقى كده التعصيجة بتاعتِك اللي أنتِ عملتيها، ويا سلام بقى لو في شوية جبنة موتزاريلا كده وتحطيهم على وش المكرونة بتاعتِك، وعلى الفرن بقى عِدِل كده، ويا سلام بعد ما تطلع من الفرن بُصّوا ما أقولكوش، قوموا جربوا الوصفة وإن شاء الله تعجبكم، وبالذات إن هي اقتصادية جدًا، جدًا طبعًا. يعني حتى لو مش عندِك فراخ إن أنتِ تقدري تجيبي القَنَص وتحتفظي مثلًا بشوية قَنَص حلوين، يعني 5 أو 6 أو 7 قَنَصات، أنتِ ممكن تروحي تشتري كده نُص كيلو قَنَص أو كيلو من عند أي فرارجي، وتقدري تعملي الوصفة بتاعتِك بأبسط الطرق، وطبعًا هتبقى رخيصة جدًا، جدًا عن النُص كيلو لحمة أو الربع كيلو لحمة اللي بتشتريه، فده بديل كويس، وكمان بديل اقتصادي، وفي نفس الوقت كمان بديل صحّي مش إن إحنا رُحنا كده لحاجة مش صحية، لأ، صحّي واقتصادي وموفّر، وفي نفس الوقت ما شاء الله بتعملي الوصفة معاكِ يعني ما فيش حاجة بتوقّفِك إن أنتِ تعملي الوصفة اللي أنتم بتحبوها، طبعًا لو من عشاق البشاميل، فدي وصفة حلوة والنتيجة بتاعتها هايلة، عايزة أقول لكم بجد النتيجة عملي قدّامكم، جميلة جدًا، جدًا، ما فيش فعلًا فرق بين اللحمة المفرومة وبين القُنَص اللي إحنا فرمناه في الكبة بتاعتنا، ما شاء الله زي اللحمة المفرومة بالضبط، وفي الطعم كمان حلو جدًا. فيا رب، يا رب الفيديو يكون عجبكم، يا رب كده تطلعوا من الفيديو وأنتم مستفيدين، يعني بُصّوا لو في أي سؤال اكتبوا لي تحت كده في التعليقات، وهارُد كده على كل تعليقاتكم. وأخيرًا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.